أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل نصحته عن الطعن في ولاة الأمور فهجرني بسبب ذلك، ولما التقيته في مكان سلمت عليه فلم يرد السلام وبعدها هجرته، فهل آثم في ذلك؟ هذا من الخوارج، الذي يحرض على ولاة الأمور هذا من الخوارج والعياذ بالله، فلا يجوز له هذا الشيء. ولاة الأمور لهم حق. هل تعيشون بلا ولاة أمور؟ يا سبحان الله، هذا يمكن يبيت بداره وبيته ويمشي في الأسواق بدون وجود ولاة الأمور، هو بضرورة إلى ولاة الأمور، ما أحد يستغني عنهم، يدعى لهم ويعانون ويطاعون في غير معصية الله، ولا يهانون بالكلام ويحقرون عند الناس. هذا فعل الخوارج الذين قاتلهم الصحابة، قاتلوهم لأنهم يفسدون في الأرض، فأنت على صواب في نصيحته وعلى صواب في هجره إذا لم يقبل النصيحة. ولا يكفي هذا، لا بد أن تحذر منه وتبين أمره هو وأتباعه حتى يؤخذ على أيديهم.